جه وقت التصالح مع النفس، وده الوقت اللي أقدر أصالح بيه نفسي وأنا عارفة إن ضربة الغالي بتكسر وبتهد وبتوجع، وعارفة كمان إن أصعب إحساس هو إنك تثق في حد قريب منك وتلاقيه يكسرك ويطعنك في ظهرك. علشان كده أخدت قرار إني أصالح نفسي بعد تفكير طويل. قررت إني أتعرف على نفسي من أول وجديد، فمسكت الورقة والقلم وكتبت كل مشاعري وكل أفكاري، وعرفت إن ده هو الدليل العملي لتحقيق السعادة والرضا بالنفس. أول خطوة في التصالح مع نفسي هي التواصل مع الماضي. فكرة التواصل هي اللي هتقرب المسافات. مقدرش كنت أقولك انسى الماضي، علشان عارفة ومتأكدة إن الماضي متقدرش تنساه، واللي بيقول غير كده بيبقى بيضحك على نفسه. عرفت إن الغضب وعدم الرضا وكره النفس ده بيرتبط بالأحداث والتجارب اللي عشناها في الماضي، سواء من الطفولة أو من فترة قريبة في حياتنا. فلازم نغير نظرتنا للماضي ونتعامل معاه بطريقة مختلفة. الخطوة التانية كان لازم أحط حدود. الحدود هنا بتخليك تفكر بشكل صح، فهنا فصلت بين الحاجات اللي خرجت عن سيطرتي والحاجات اللي أقدر أتحكم فيها. هديلك مثال: تجارب الماضي دي من الحاجات اللي خرجت عن السيطرة، استحالة أقدر أرجع الزمن علشان أصلحها أو أغير فيها، فهنا لازم أقبلها وأتصالح معاها واستفيد منها كمان. نيجي بقى للحاجات اللي أقدر أتحكم فيها. هقبل نفسي زي ما هي، هقبل نقط قوتي وضعفي، هبص لعيوبي وده علشان هي جزء من شخصيتي، يصلحها يتعايش معاها. هقبل شكلي الخارجي زي ما هو، ما دي الصورة اللي ربنا خلقها فيا. في حاجة مهمة انت مش واخد بالك منها. انت لما تيجي تمشي فارد ظهرك لازم يكون عمودك الفقري سليم. فالعمود الفقري للتصالح مع النفس هو انك تقف عن الإساءة لنفسك، ابعد خالص عن التذمر، وده علشان هو اللي بيخليك تكره نفسك. سامح نفسك عن أخطاء الماضي، اهتم بالحاضر والمستقبل. ما تحملش نفسك مسؤولية أمور خرجت عن إرادتك، وما تتحملش أخطاء اللي حواليك. ابتدي صفحة جديدة مع نفسك. قدر نفسك وكافئ نفسك على أي حاجة بتعملها حتى لو كانت بسيطة. اتكلم مع نفسك كلام إيجابي، والنقطة دي بتكلم فيها دايما، وده علشان نفسك هي اللي بتتحكم بعقلك الباطن اللي بيسيطر عليك كلك. احمد ربنا على كل حاجة حصلت في حياتك، علشان لولاها ما كنتش عرفت الدنيا حواليك. علشان كده المرة دي هبقى قوية في رواية حياتي، همشي ومش هبص ورايا من غير أي عتاب، لأني أنا بجد مش زعلانة من الكره والحقد والقسوة اللي خدتهم منكم. مش زعلانة علشان خدتكم ورفعتكم على كتافي، وأول حد زقتوه وغدرتوا بيه كان أنا. مش زعلانة إن الدنيا كانت في كفة وإنتوا كنتوا الدنيا وما فيها، مش مجرد كفة. حقيقي مش زعلانة إن تمن الحب والخير اللي خدتوه مني كان غدر وخيانة، وربنا شاهد على كده. عارفة إن ربنا هيعوضني وهيراضيني وهيطبطب عليا، لأني فعلا ما أذيتش حد. أنا ما أذيتش غير نفسي، ودلوقتي لازم أقول لنفسي أنا أسفة، أنا بجد أسفة. فيا نفسي لازم نستمر علشان الحياة هتكمل، وعقارب الساعة مش هتقف على أي حد خسرناه. خسارة نفس جحدة ومؤذية أكبر مكسب ليا في الدنيا دي. الدنيا مش هتقف وهنكمل.